السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والفل والياسمين على كل زمايلي وأصدقائي، على كل لعيبة الكورة، على كل الحكام، على كل المشجعين، على كل الرياضيين. أه أنا من امبارح بحاول أطلع بس مش عارف، النت كان قاطع عندي. لما صدقت النت جه بصراحة. والواحد يعني هتكلم على حاجتين. أنا الأول أنا حزين على المنظر اللي ظهر بيه النادي الأهلي امبارح، وكنت قبل كده عملت فيديو قلت عفريت كولر رجع. وللاسف انا امبارح ولا اول امبارح كنت عامل فيديو اطالب فيه باستمرار الكابتن عماد النحاس والكابتن محمد شوقي والكابتن محمد يوسف الكاست كامل. امبارح يا جدعان رجعنا، يا جدعان الاخ كولر، يا جدعان رجعنا زي الاول تاني، رجعنا الكولر من جديد. الكابتن عماد النحاس يعني بيدافع بتيم الاهلي كله جوه ال 18. يعني لعيبه الكوره عارفين، يعني الشناوي امبارح كان بيطلع الناس وشوط شلوط، اطلع يا عم ويلا بينا من هنا. ايه ودانا يلا بينا من هنا من الاساس؟ لاني سايب نص الملعب بتاعي فاضي. يعني استبدالات الشوط الثاني المفروض تتم من بدري قوي. ناس سيئه كتير، ما زال مصر ان كوكا يبقى في الملعب رغم امبارح اخطاء كوكا واللعب الغلط اللي بيلعبه كوكا والبساط الغلط اللي بيلعبها كوكا. والله يا جماعه ما بيني وبينه كوكا ده حاجه، يا جماعه مفيش بينه وبينه حاجه، بس كوره، انا بتكلم كوره كتير. يبقى مقابل كوكا والباك ليفت وان ما لعبش معلول يبقى في سبوبه. يا جماعه انا اسف، يبقى في باك ليفت تاني عايزين يجيبوه. ما احنا جبنا ايه حياتيه طلب. طب لعيب فين؟ انت بتاخد اوامر يا عماد يا نحاس مثلا؟ يعني انا اوامر لا ما تلعبش معلول عشان لو ظهر كويس مش هنجيب باك. لا يا عم، علول ما يلعبش. علول حبيب الملايين ده، النجم ده ما يلعبش عشان نبقوا حلوين قوي ونجري نجيب فرد باك ليفت وندفع فلوس. وفي ناس هتسمسر وتكيش. ازاي نوقف السبوبه؟ لازم السبوبه تمشي. النادي الاهلي يبقى يدار بالوضع ده. يعني النادي الاهلي بطل افريقيا على مر سنين طويله واللي عامل ارقام محدش عاملها، يبقى فيه الوضع ده. طب الكابتن عماد النحاس امبارح نص الملعب بتاعك فاضي بايظ، انت ليه ما تنزلش قفشه؟ قلناها 1000 مره، الدنيا كلها كل لعيبه الكوره ومدربين في النادي الاهلي عارفين ان قفشه بيلعب الفرقه كلها وبينقل الفرقه من تحت لفوق بمنتهى البساطه. ودي دار الجون، ودي دار الجون، قلناها 1000 مره. انت ايه يا عم بتنزله امتى؟ انت بتنزله امتى؟ انت منزل قفشه امبارح في الوقت الضايع.